قال أعضاء من المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان إن نشاطاتهم ستفعل بشكل أكبر من أجل نيل حرية القائد عبد الله أوجلان، وبأنهم سيعملون على كافة الصعد حتى تحرير القائد من سجن جزيرة إمرالي. وضمن إطار ردود الأفعال المناهضة والمستمرة حول عزلة إمرالي من قبل السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، أوضح أعضاء من المبادرة السورية لحرية القائد أن تجديد العزلة وإطالة مدتها ما هو إلا سياسة ضد كافة الشعوب المضطهدة وخاصة الشعب الكردي، وأن الدول المتآمرة هي وحدها من تستفيد من العزلة وتنفذ مصالحها وأجنداتها. نحن المبادرة السورية لحرية القائد أبو سنبقى دائما في حركتنا ونشاطنا وسنزيد نشاطنا، وحسب الأصول والأفكار التي ننتمي إليها سنفعل نشاطاتنا وسننشر فكر القائد بشكل أكبر، وسنتناقش مع أصحاب الفكر والديمقراطية، وسنعرف الجميع بحقيقة ومصداقية فكر القائد، وحقيقة فكر القائد سنعرف العالم كله بها، لأننا نعلم جيدا أن الحرية لا تعرف حقيقتها إلا بتحقيق الحرية الجسدية للقائد أبو. كلما طال أمد العزلة زادت التأثيرات السلبية على العالم كله وخاصة المجتمع الكردي، لأن مشروع القائد الذي يجسد الشعوب التي هضمت حقوقها وأبعدت عن حقوقها ومجتمعها، وفكر القائد يطالب بالمحافظة على حقوق كل الشعوب الحرة. كل هذا الشيء يؤثر على مصالح الدول المتسلطة، فهم دائما يريدون أن يحافظوا على مصالحهم وحسب.